هي المدرسة دار الحديث بالبيوت، أكثر من 1200 مدرس ومدرسة يأتون صباحا ومساء يعلمون أبناء المسلمين، لا يرجون إلا ما عند الله سبحانه وتعالى. حتى أقبل الناس رجالا ونساء كبارا وصغارا، أكثر من 18,000 طالب وطالبة يقبلون على تعلم هذا الدين، ويقبلون على تعلم دعوة التوحيد والسنة والقرآن، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. يغيظ أعداء هذا الدين، يغيظ الصوفية، يغيظ الباطنية، يغيظ المنافقين، يغيظ الملحدين، يغيظ كل من كان في قلبه شائبة على أهل هذا الدين. دار الحديث بالفيوش سفينة قد أبحرت بالعلم والإيمان، والشيخ عبد الله قل في مدحه علم تبحر راسخ البنيان. أشياخها تيجانها هم نورها، أشياخها تيجانها هم نورها، هم للأنام شفاء للأبدان، هم درع هذا الدين من كيد العدا، هم شوكة في حلق ذي الشنآن، وهم حماة للعقيدة من خفافيش الظلام وعسكر الشيطان. في أي وادي ينزلون به فقد حل السلام على ربى الأوطان. هيا إلى دار الفيوش فإنها، هيا إلى دار الفيوش فإنها فيها الدروس كحلية المرجان. يا قومنا إن النجاة لجيلنا دور الحديث ومعقل القرآن، فتمسكوا بالعلم حق تمسك فهو الطريق لربنا الرحمن. والختم صلى الإله على نبينا محمد خير البرايا من بني العدنان.